دكتور قدر على حماتي أخيراً واللي عمله خلاني مذهولة. أنا ما كنتش متخيلة إنه هيعمل فيها كده الصراحة، واللي حصل في الآخر خلاني فتحت بقي. علشان تعرفوا الحكاية، أنا اسمي هدير، عايشة مع حماتي تقريباً من 11 سنة. أنا وهي أصحاب وأم وبنتها وإخوات وحاجات كتيرة قوي. الست دي أنا بموت فيها بصراحة ربنا. أنا ست كدابة، أنا أتمنى العمى وما أتمناش أقعد مع حماتي ساعة، بس ما أقدرش أبين ده، لأن من الآخر أماني وسلامي وراحتي في البيت مرهونة بحماتي. كلمة من حماتي تقلب لي حياتي. فأنا بقيت أقنع نفسي إني بحب الست دي، وهي مش كبيرة في السن ولا ست عجوزة مثلا، لا خالص. هي للأسف شباب، فرق بيني وبينها 16 سنة بس. هي اتجوزت 13 سنة وخلفت وهي 14 سنة، وأنا فرق بيني وبين جوزي سنتين بس. جوزي مسافر ليبيا من أول ما اتجوزنا، بيجي زيارة كل سنة 10 أيام ويمشي. وطبعا أنا قاعدة مع حماتي، بس مش لوحدينا، معانا باقي العصابة، إخوات جوزي البنات مش الرجالة. ودول بقى أعوذ بالله مش نسوان، لا دي ناس مفترية ما تعرفش ربنا. أكتر من مرة يربطوني وينزلوا فيا ضرب، وطبعا ده بأوامر من كبيرتهم حماتي، اللي للأسف عندها ميول حرفيا مش طبيعة. أنا بحس الست دي مريضة ومرعبة، وبخاف منها قوي. وغير إني بخاف منها، أنا مش قادرة أشوفها بني آدمة ولا ست أصلا. المهم، يتهيألي أنتوا حاليا تخيلتوا شكل حياتي، ونصيبي الأسود إني وقعت في العيلة دي، وأنا عيلتي وناس طيبين ما يقدروش عليهم. أقول لكم حاجة، أنا حماتي عضت أمي. والله أمي كانت جاية تدافع عني، راحت الست وقعتها على الأرض وعضتها. طلعت أمي تجري في الشارع. فأنا الحمد لله ما قداميش غير إني أعيش وأقبل بوضعي، وأقول لأهلي اللي بيكلموني أنا أسعد إنسانة في الدنيا. هعمل إيه يعني؟ هضحي وأبقى عبيطة وأقول لأمي تعالي تعضي تاني؟ ما أنا عارفة اللي هيحصل، لو أمي جت هتضرب، وأبويا ما يقدرش يجي، ده كلهم نسوان. وما كانش في إيدي حل غير إني أكذب، لحد ما صدقت الكذبة وبقيت بحب حماتي وإخوات جوزي وحياتي علشان أقدر أكمل وأعيش. وجه اليوم اللي يترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم. حماتي لمؤاخذة لأول مرة في حياتها تحس زي الستات، وكانت مكسوفة جدا. هي جالها لمؤاخذة ألم شديد في آخر بطنها، وألم مش راضي يقف، ووصل إنه مخليها مش قادرة تقف على رجليها. وأنا قلبي طاير، ما أقولكمش على إحساسي. المهم قلتلها يلا نطير نروح للمستشفى، وكنت عارفة إن اليوم ده المستشفى ما فيهاش دكتورة، فيها دكتور. وأنا عارفة نظام الكشف، وعارفة كمان إن حماتي أرملة من سنين طويلة، ولمؤاخذة ما بتفهمش في النظافة. وخدتها قبل ما بناتها ييجوا، وطلعت بيها وحجزت عند دكتور وتمام، وهي مش عارفة. جيل الوقت الكشف، حماتي بصت لقيته دكتور، كانت مكسوفة. راح الدكتور مسكها من يدها ودخلها، وهي مش عارفة تعمل إيه. وطبعا اللبس الداخلي كان مقطع ومتهلهل ومش نظيف نهائي، وريحته وحشة، وكمان مفيش أي نظافة شخصية. والدكتور لما كشف كان على وشه علامات القرف، وكل شوية يعمل صوت إنه مش مئز منها، وأنا شايفة الدمعة هتفر من عينيها، وحسيت بالكسرة في صوتها وهي بتقول للدكتور على اللي حساه. وبعد الكشف قال لها أنا مش عارف أقولك إيه، اللي عندك ده عفن، لا مؤاخذة في الكلمة، سامحيني، انتي ازاي كده يعني؟ سوء نظافة مضيعك خالص، عاملك التهابات رهيبة. وهي وشها أحمر، وكانت قربت تبكي وهي بتسمع من الدكتور الكلمتين دول، وخاصة إنها بتسمعهم منه قدامي. وقال لها باللفظ انتي متجوزة؟ قالت له لأ، أرملة. قال لها ده ربنا رحمه من عفنك، ايه يا ستي القرف اللي انتي فيه ده؟ ما قدرتش تمسك نفسها ودمعت، سحبتها ومشينا علشان ما يكملش كلام. بصراحة في الأول كنت فاكرة إني هحس بالراحة وأنا شايفاها بتتكسر قدامي، بس بعدين ندمت قوي وبكيت معاها في الشارع وقلت لها سامحيني، وقلبي وجعني بجد. وهي بتقولي عملتي اللي عايزاه وشفتيني مذلولة، ما حسيتش بنفسي إلا وأنا بنزل أبوس يدها. وهنا حسيت بالست دي،
الست اللي الدنيا ما ادكهاش فرصة وما اتعلمتش غير القسوة والتعامل الخشن، وإنها عارفة كويس قوي إنها لو ما حكمتش على الكل بقبضة من حديد هياكلوها، وإنها بأسلوبها ده بتحمي نفسها. الست دي بكت في حضني طول الليل. تاني يوم قررت آخد حقها وأرجع ليها جزء من كرامتها. عملت عن الدكتور بلاغ في النقابة، وما هدتش غير لما جبته وقف عن مزاولة المهنة. ويومها وهو بيلم حاجاته رحت له وخدتها معايا وقلت له علشان تعرف تجرح في الناس كويس وتغلط فيهم وتكسر نفسهم، انت عمرك ما تستاهل تبقى دكتور. الست دي أعظم ست في الدنيا. ما كنتش حاسة إني بنتقم منه، بس كنت برد كرامة إنسانة قلبي وجعني إنها اتكسرت. ومن اليوم ده علمتها كل حاجة اتعلمتها، وتعرفها كل ست، بس هي علشان اتجوزت صغيرة ملحقتش تعرف ومحدش علمها. وبقينا سوا مع بعض، ويوم ما جابت حاجات ستات ليها كانت زي الطفلة الصغيرة، وكسوفها كان ما يتوصفش من جماله. الست دي بعد ما كانت أقسى ست بقت أحن مخلوق في الدنيا. وعلى فكرة، أنا أمي ماتت، بس حماتي دلوقتي هي أمي، وحياتي في البيت اتغيرت 1,000,000%، واكتشفت إني محظوظة بالست دي في حياتي. ربنا يديمها عليا نعمة. والحكاية لحد هنا خلصت، بس حكاية القناة لسه ما خلصتش. لو سمعت الحلقة لحد هنا قلتنا إيه رأيك في اللي عملته هدير بعد ما شافت حماتها اتكسرت قدامها؟ لو انتي مكانها كنتي هتسامحي ولا كنتي هتنتقمي وتكسري الست دي أكتر وتطمني إن ما يطلعش ليها قومة تاني؟ اكتبيلي في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا لايك، ولو عايزين تسمعونا تاني ما تنسوش الاشتراك في القناة.